انا مش عارفه اخبط على الترابيزه. اهلا بيكم في نقابه الاكيله مره تانية، والمره دي بقى هنقارن ما بين الناس العميقه صح. انا كده، انا مش كده يا فاطمه، والناس اللي ما بيفرقش معاها الكلام ده، والناس تافهه جدا. بس الاثنين بيحتاجوا تركيز. يعني عندنا هنا مشروبات شعير بس بطعم القهوه، الناس اللي هي بتحب العمق والسيجاره سجاره الصبح مع القهوه. وفي دلوقتي الناس اللي بتحب تاخد مشروبات كده في نص اليوم تديها طاقه وتركيز لما يكون عندهم مذاكره، عندهم شغل، عندهم حاجات كتير محتاجين يعملوها في حياتهم بس تركيز شويه. يلا بينا نبتدي الحلقه. دلوقتي انا انثى ضعيفه مش هقدر افتح الكان زيت بما اننا في العمق. يعني هو المفروض ده بيحصل بصراحه في برطمانات الصلصه بقى، وانا محتاجه الراجل اللي هتجوزه اللي هيفتح لي، بس عادي يعني من سترونج والله. ايه الدخان ده؟ حد بيشاش جوه ولا ايه؟ الدخان ده اللي هو بص هو حرفيا القهوه بسجايرها. الدخان ده. الفرق بقى ما بينها وما بين فيروز ان دي بالشوكليت دي من غير شوكليت، دي مزاج قوي بقى. فاحنا محتاجين بقى نفتح ثانيه. اصوات دي بترعبني قوي، بحس عارفه. الشاي اللي فيه تفاح بس طعمه وحش. لا، اتمنى فيروز ما تغزلناش. يا جدع اشربوا قهوه عادي، يعني اشربوا قهوه، مش لازم حاجه بفليفر القهوه، اشرب قهوه على طول تركي عادي جدا. فيروز طعمها سيء جدا، يعني صدمتني. في افتر تيست كده بعدها اللي هو فيه تحس انك اكلت بونبوني بطعم القهوه، ده الافتر تيست بتاع ان فعلا قلب على قهوه شويه. لكن هي طعمها لا مش حلو خالص، مش حلوه. يعني تقييم الاثنين تقييم 0 من 10. الاثنين سيئين جدا، طعمهم غريب. هي في الاخر اذواق وممكن تبقى عاجبه حد تاني، انا عن نفسي ما عجبتنيش. اما دلوقتي بقى هنخش على حاجه تانية مختلفه. جينا بقى مشروبات الطاقة. الانرجي درينكس دي بالنسبة لي من ألطف الحاجات اللي اخترعوها في البشرية. لما بتكون بقى معدتي خلاص بتشتمني شتايم مبقعة جدا ومش قادرة وبطني بتنهار لأن أنا مقضي اليوم قهوة اسبريسو اسبريسو قهوة اسبريسو، هنا بقى بضطر ألجأ للانرجي درينكس دي، بتبقى ألطف بالنسبة لي. في ناس كتير قوي ما بتحبش القهوة وبتحب تشرب الحاجات دي. ليه؟ لأن احنا بيبقى عندنا امتحانات، مذاكرة، حاجات كده محتاجين نركز فيها بنسبة كبيرة، أو إن احنا ما نبقاش نايمين كويس بس اليوم بتاعنا طويل. فالمشروبات دي بتساعدنا شوية إن احنا نكمل اليوم. ستينج وبوم. وده انا كنت معلش بس نرجع الحته دي، بحب قوي الاعلان بتاع بوم بوم طاقه بوم، كنت بحب الاعلان ده. وفولت المشروب المشهور دايما انه بيزود ضربات القلب، فالمفروض ان بالتالي ده بيفوقك قوي. تويست، وده اول مره هجربه معاكم. الحلقه المره دي مختلفه في حاجه، بس ان كل مشروب على حده انا هاخد منه البق، انا مش جايه قائمه تيست كمان التاثير
حبيت ادوقها الاول قبل ما اتكلم عنها اصلا. ليه بقى؟ فولت طعمها عامل زي الشعير العادي، او طعم اللي هو لما تشرب مشروبات شعير، اللي هو عامل زي فيروز وعامل زي شويبس كده، بس شعير حمضان، في سنه حمضان كده، في لسعه مش مفهومه، وبعدين لونه بول قوي. بجد يعني، بجد يعني منظره يخليك مش عايز تعمل كده. لونه يعني اقرب الوان للحاجه دي بجد، فتحس ان انا مش هعمل كده. بشرب عادي. فانا بحب عذاب النفس، انا بحب اجلد ذاتي بالحاجات دي. فولت هنشوف تاثيره عليا بعد نص ساعه عامل ازاي، بس انا واثقه هيبقى عامل ازاي. بس تعالوا نجرب. مش عارفه هو باين عليا في الكاميرا ولا لا، بس انا حاسه ان انا ظنهر. هو انا مركزه، بس انا حاساني محمر، وحاسه بان انا شايف 3 ستيل. بجد مش عارفه، بعد الفولت بحس كده شعور من اللي هو وبعدين كل ما اجي اخد خطوه ارجع اتني، يعني الناس اللي بيحصل لها هانج اوفر دي، اللي هو انت بعد ما بتروح تشرب حاجات ترجع انا مودي وحش. شعور غريب قوي. بس مشكله الفولت بجد ان هو من الحاجات القويه اللي فعلا تنافس الريد بول، لان انا حاسه فعلا بباور مش طبيعي، ولكن مشكلته انه بيزود ضربات القلب شويه، تحس ان انت وبتبدا تحس انك بتسمع نبضك، فلو حد عنده انكزايتي ده هيبقى مؤذي جدا ليه. فتعالوا نجرب مع بعض البوم. بجد انا تافهه قوي، كنت بحب الاعلان بتاع بوم بوم طاقه بوم كده، له واو. حد تافه انا. معدتي قلبت. طعمها لطيف يعني. دي ما شفتهاش تقريبا من وانا في اعدادي يعني، فاللي هو لا طعمها حلو جدا جدا. مش عارفه تاثيرها عليا كمان نص ساعه هيبقى عامل ازاي. بالنسبه لي بوم هي بوم فعلا بجد يعني. هي تعادل الفولت، هي اغلى شويه، هي ب 12 جنيه بس. طعمها لطيف والطف من الفولت بالنسبه لي، وفي نفس الوقت بتدي باور. فمش عارفه بقى، مع ان يعني بدات تلف. انا حاسه ولو سمحتوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب ومنشن لصاحبكم عشان يجي معايا الحلقه الجايه وما يجربش مشروب اسمه عنابيل. عارفه اللي هو انا عندي ميكس شعور كده والله، اللي هو ايه، ما بين التفاهه اللي هو انا حاسه ان دي افكاري مش لومه، اللي هو عايزه اقعد اعمل كده. حاسه ان انا مش مجمعه الدنيا، بس مش فعلا لما بتشرب الكافيين زياده عن اللزوم. والله انا مش شايفه حاجه، والله تحس ان انا شايفه حاجه. لما الكافيين بيزيد زياده عن اللزوم بتحسي ان تركيزك فلت، وفي نفس الوقت بتشيكي كده، اللي هو زي شيكينج كده، وتحسي مش عارفه توقفي كلام، يعني اللي هو انت عندك برضه في نفس الوقت باور، انت عايزه تتكلمي جدا.